سبقها تهديد ووعيد بصحبة 70 شخص، هجوم مسلح لرجل على منزل زوجته السابقة وأولاده، حادثة يقول عنها سكان حي الفرات أشبه بحرب الشوارع انتهت بسرقة مصوغات الأم ومصرف الأطفال. والله صايمين ونايمين وحسيد الزنة بصمات، قال هو قبل نص ساعة دزلنا تهديد، قال اني راح هذاك سويته حلاوة، راح ادزلكم اليوم يحاسبوكم، عندي البصمة موجودة عندي، قال انا راح احاسبكم اليوم حسابكم العسير، دزلنا وياهم هو واخوته تقريبا 70 واحد، هسه نشوفكم التصوير، انا بدي نشره اريد ارقي صيت رأي عام، منو يرضى هيك يصير بيه؟ بسلاح الدولة المرخص واستغلال نفوذ أبي الأولاد الذي يعمل في سلك أمني حصلت الحادثة، والتي انتهت بحرق مركبة أم الأولاد وجرح خال الأطفال بإطلاقة نارية. هجموا علينا تقريبا 70 نفر، ضربونا طلقات، انا فتحت الباب هجموا علينا، طبوا علينا، ضربوني طلقه هنا براسي وطبوا هنا للكوميدي، اخذوا الفلوس والذهب وضربوا الستاره كلها طلقات، والسياره كسروها وقاموا يهوسون هنا، شايلين رشاشات ومسدسات. حذرت منظمات نسوية في بغداد من تكرار نفس الحالة وتجديد المطالبة لحضانة الأم وحماية الأولاد من آباء غير منضبطين. للشرقية نيوز، خطاب عادل، بغداد.